قصيدة بعنوان هشاشة. لست آسفا على ما مضى من عمري، ولن أتأسف على المتبقي منه. هذه الفوضى الأزلية والجنازة الأبدية التي تسمونها الحياة علمتني أنه ما من شاعر إلا ويعاني من التوحد والاكتئاب، ما من شاعر لا يدمن الثرثرة مع النساء والشوارع والمدن مع البراري والطيور والحيوانات، ما من شاعر إلا وهو ضحية من ضحايا مراهقته الأبدية، ما من شاعر إلا وهو هر شريد وكلب عجوز شريد وفجر متصدع شريد مثخن بالجراح وجدول شارد في ملكوت النساء. لست أدري من يحدق في عيني الآخر، أنا أم الليل؟ لست أدري من يريد الثأر من الآخر، أنا أم الحزن؟ من يريد مؤاخاة الآخر، أنا أم الموت؟ لا تأخذوا كلامي على محمل الجد أو اليأس أو التمهيد للانتحار. من يعش مراهقة أبدية يدمن الثرثرة مع النساء، من كان نديما لدودا لذلك الشاعر العظيم الذي تدعونه الموت، وخصما لدودا لتلك الشاعرة العظيمة التي تسمونها الحياة، لا يأسف على عمره الذي مضى، ولن يأسف على المتبقي من آثامه التي سيقترفها بحق نفسه والآخرين. بحر ملثم حين يصاب بالحمى لا يداويه شيء كما يداويه تفاح النساء. بحر زاهد في الدنيا، هذا ما يقوله عن نفسه، أكثر ما يفضحه تلصصه على يقطين النساء. ما من شيء يداويه حين يصاب بالاكتئاب أكثر من التحرش بهن، لذا لا غرابة في أن تكون جمجمتي مكتظة بالأوطان المنافي والثورات، ولم يعد فيها متسع لأحد إلا النساء، وقلبي مبخرتهن والمحبرة. لا تأخذوا كلامي على محمل الجد، ولا تأخذوه على محمل المزاح، أو خذوه أن شئتم، هي هلوسات لا أكثر، هي خيبات وخسارات لا أقل ولا أكثر.